هلا يا ابو صالح، يلا حيه. حياك الله. ايش تقول؟ النخله هذه الاخيره؟ والله هذه النخله شوف اصابتها السوسه من هنا من تحت. ها. عرفت؟ وهذا الحفار فيها صح؟ الله الله. اشوف حركه بيدك اشوف. هو ذا شوف ضربها من توه جديد. ايه يعني جالها من برا. وهو الله اعلم انها بسبب التكريب الجديد. طيب والنخل هذاك تكريبه قديم كله؟ لا النخل ذاك تكريبه قديم كله وسليم صاحي. طيب وش الحل في الامر ذا؟ الحل في الامر ذا قد ممكن ان لو ابو حسام نطلعها. نطلعها برا. علشان طيب ما في ما تضر بالنخل الثاني. طيب ما في حل احنا مثلا نعالجها ولا نسد الجحره ذي ولا؟ والله يا اخي لو سدينا الجحاره هذه اللي تقول تبقى السوسه داخل يعني؟ ممكن تجلس السوسه داخل وبعدين أنا يجلس داخل ويطلع للنخل الثاني. يضرب النخل الثاني. لكن اقرب حل انها تطلع برا وتحرق. يعني نضحي بالنخله ذي ولا نضحي ب10 من النخل؟ نعم ولا تضحي بالنخل كله. طيب. وهذه حاجه في